السلام عليكم. قبل اي حاجه ما تنساش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولو انت اول مره بتشوف حكايه كريس شيطان صناديق الحظ، بنصحك تروح تشوف الجزء الاول اللي نزل امبارح على القناه علشان تفهم الاحداث. رابط الجزء الاول هتلاقيه في الوصف او في علامه الاي اللي هتظهر لك فوق على الشمال او في التعليق المثبت تحت، او ممكن يا عزيزي المشاهد تريح دماغك وتدخل على القناه هتلاقيه هو الفيديو اللي نزل قبل ده. المهم مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، اسيبكم مع فلاش باك صغير مشاهده ممتعه. عشان كده بوركينا بتبدأ تنده على ملك الجوبلين وبتأمر ملك الجوبلين يروح يقتل كريس بسرعة ويخلص عليه. فبيبتسم ملك الجوبلين كده، بيطلع سلاحه وعينيه كلها شر وبيكون رايح علشان يخلص على كريس. بس كريس ما كانش مصدوم، لا ده كان مبتسم لأنه عنده خطة علشان يخرج من الموقف اللي هو فيه ده. وبنشوف بعد كده كريس اللي كان عمال بيبتسم في حين ما هو كان عمال بيقول ان هم نسوا حاجه مهمه جدا، وفي حين ما كان عمال بيطلع حاجه من جيبه بيقول ان الحاجه المهمه ديت هو انه زعيم شيطاني مش مجرد بشري عادي او شيطان عادي. وبينتهي بالحال بانه اغرق كل السلايم اللي كان استدعاهم من صناديق الحظ قبل كده، اللي بيخليهم كلهم يروحوا يهجموا على زعيم الجوبلين. وبنرجع بعد كده فلاش باك في وقت سابق لما كان كريس عايز يتخلص من السلايم ده لانه كان شايف انه عديم الفائده، ووقتها ليليس منعته وبتعرفه ان السلايم ده بيقدر يغير حجمه وشكله وبالتالي ممكن يكون مفيد جدا لكريس في المستقبل. وعلشان كده وقتها سألهم كريس لو كانوا يقدروا يدخلوا في جيبه، بس ما بيكملش كلامه الا وفجأة بيلاقي كل الاسلايم حجمهم صغر وبيدخلوا كلهم جوه جيب كريس لحد ما بيكون شكلهم عامل زي غطيان الازايز، وده اقصى حجم ممكن يصغروا له. المهم بعد كده بنرجع في الوقت الحاضر، بيكون كريس عمال بيضحك على زعيم الجوبلين لان في واحد من الاسلايم حجمه بقى كبير جدا وقدر ان هو يبلع زعيم الجوبلين، اللي كان عمال بيقول لكريس وهو عمال بيعيط ان لو كريس سابه يعيش فهيخدمه طول حياته. والكلام ده طبعا كان عصب بوركينا اللي كانت عماله بتتفرج عليهم من البلوره السحريه، وبدات تهدد في زعيم الجوبلين وبتعرفه ان هي هتموته هو وكريس. لكن كريس بيبتسم لها هنا وبيعرفها ان كل تهديداتها ديت في الفاضي، لحد ما بتقاطع بوركينا كريس وبتأمر بقيه الجوبلين التانيين انهم يهجموا على كريس وعلى زعيم الجوبلين ويخلصوا عليهم هما الاثنين. بس لا، بقيه الجوبلين كانوا متوترين، ورغم انهم كانوا متوترين الا ان مفيش حد فيهم سمع كلامها. فهنا بيجي كريس بيتجه ناحيه البلوره السحريه وبيبدا يعطي بوركينا درس في ازاي انها تعامل اتباعها، وبيقول لها تبص لزعيم الجوبلين كده اللي تعهد خلاص لكريس انه هيخدمه طول حياته، وبيقول لها ان كل الجوبلين اللي في قريه الجوبلين هم بيتبعوا كلام زعيم الجوبلين، علشان كده هو اسمه زعيم الجوبلين. وعلى الرغم من ان الجوبلين ذكائهم محدود الا انهم عمرهم ما يغدروا في بعض، ما بالك بانهم يغدروا في الزعيم بتاعهم. المهم بعد كده كريس بيطلب من زعيم الجوبلين يوديه البيت علشان يروحوا يحرروها. ده طبعا كل ده بيحصل في الوقت اللي كانت بوركينا عماله بتتفرج عليهم وشويه وتشد في شعرها، ومن كتر ما هي متعصبه بتدمر البلوره السحريه. المهم في الاوقات ديت بننتقل عند بيتي اللي كانت لسه قاعده لوحدها في الكهف ومربوطه، وكل اللي كانت عماله بتفكر فيه وقتها هو كريس، يا ترى هو عايش ولا ميت. والحاجه التانيه اللي كانت شاغله بالها اكتر هو لما كريس قال لها انه ما سمعش الشائعات اللي اتنشرت عليها دي قبل كده ومش هو المسؤول عن نشرها. فاعتقدت هنا بوش حزين شبه مبتسم ان ممكن يكون كريس بيكذب عليها علشان ما يقدرش يقول لها الحقيقه في وشها. وعلشان نفهم يا عزيزي موضوع الشائعات ده بنسبه 100% بنرجع كام سنه لورا في مدينه بنتانيا الفقيره. مدينة بنتانيا الفقيرة كان معروف فيها إن كل اللي عايشين فيها ناس غلابة وفقراء، والشباب والأطفال مرميين في كل مكان نايمين على الأرض. وقتها بيتي كانت واحدة منهم هي وأمها، والحاجة الوحيدة اللي كانت أم بيتي بتعملها علشان يعيشوا هي إنها دايما كانت بتقعد تتوسل للغرباء في حين ما كانوا عمالين بيضربوها إنهم يعطوها مبلغ من المال أو أي حاجة ياكلوها. ورغم المذلة والعيشة الفقيرة وكل حاجة صعبة إلا إن بيتي وأمها كانوا سعداء جدا مع بعض. بتمر بعد كده الأيام والسنين وبتكون بيتي كبرت شوية، كانت عمالة بتتجول شوية في المدينة، ولما رجعت تنده على أمها بتنصدم من المنظر اللي هي شايفاه. عصابة مكونة من 6 شياطين اجتمعوا حوالين أمها وفضلوا يضربوا فيها لحد ما ماتت. وفي حين ما كانت بيتي بتقرب من أمها علشان تتأكد لو كانت لسه بتتنفس ولا لا، بتلاقي أمها ما عادتش بتتنفس وهي دخلت في حالة من الصدمة والرعب. واللي فهمته وهي عمالة بتعيط كده إن الشياطين دول اجتمعوا حوالين أمها علشان يستغلوها مقابل الفلوس، ولما أم بيتي رفضت طبعا فضلوا يضربوا فيها لحد ما ماتت. ومش كده وبس، الشياطين دول ما بيقفوش لحد هنا، وفي حين ما كانت بيتي مصدومة بيسألوا بعض لو كانوا المفروض يستغلوا بنتها هي كمان أو يخلصوا عليها. وهنا بيتي من الصدمة والرعب والكره اللي كان جواها بتكتشف ان قوتها السحريه استيقظت وبتوجه انفجار كامل من الطاقه ناحيه كل الشياطين دول بتخلص عليهم كلهم. والانفجار ده كان قوي جدا لدرجه انها دمرت بيتها ودمرت كمان كل البيوت المحيطه. فبعد شويه بيجي شياطين من الدرجه المتوسطه علشان يحققوا في الموضوع اللي حصل ده، وبينتهي الحال بان سيد وسيده عيله كونفرتينا واللي هي واحده من اشهر واغنى العائلات الشيطانيه قرروا ان هم يتبنوا بيتي بما انهم ما بيخلفوش، ووعدوها هنا ان هم يحاولوا يعوضوها عن كل المأساة اللي
شافتها في حياتها، وهنا سموها بيتي كونفرتينا. بتمر بعد كده الايام والسنين والشهور، وبتدخل بعد كده بيتي فعلا اكاديميه الشياطين المشتركه. طبعا الصعوبات اللي واجهتها بيتي ما انتهتش لحد هنا، انتوا عارفين طبعا ان كيد البنات عظيم، فبدات البنات اللي في الاكاديميه يتريقوا عليها في ظهرها لما عرفوا انها مش البنت الحقيقيه لعيله كونفرتينا، وانها مجرد بنت تبنوها بسبب انها عندها قدرات سحريه مهوله. بتمر بعد كده الايام وبيتي في اكاديميه الشياطين المشتركه، والشياطين بدات تعتاد على وجودها، وما عادش حد بيقدر انه يكلمها لما بيعرفوا انها من عيله كونفرتينا المشهوره الغنيه. وده طبعا لان اكاديميه الشياطين المشتركه هي اكاديميه ما بيدخلهاش غير نوعين، الاغنياء جدا او اللي من عائلات عريقه نبيله، او ده اللي كانت بيتي بتعتقده، لان بعد كده ظهر كريس في حياتها واللي دمر كل القواعد اللي انا لسه قايلها من شويه. كريس من الطبقه الدنيا ونص انسان وكمان مش غني، قدر ان هو يدخل اكاديميه الشياطين المشتركه، فعلشان كده بيتي قررت انها تروح تتعرف على كريس، وبينتهي بيهم الحال بانهم بقوا من اعز الاصدقاء، او ده اللي بيتي اعتقدته، لحد ما صوره كريس اتدمرت في وشها. لان بعد كده رجع الناس يتكلموا من ورا ظهرها تاني، وكانوا عمالين يقولوا عليها ان هي كانت فقيره، وامها كانت ممكن تعمل اي حاجه عزيزي المشاهد مقابل الفلوس او الطعام. وطبعا التفكير ده خلاها عندها كره شديد لدرجه انها فكرت تفجر الاكاديميه دلوقتي، لحد ما بيجي حد يشدها كده علشان يرجعها لوعيها. والحد ده كانت بوركينا اللي بتبدا تعمل فتنه ما بين بيتي وكريس، وبوركينا بتفهم بيتي اللي كانت مصدومه كده ان كريس عمال بيمشي وبينشر شائعات عنها. طبعا في الوقت ده بيتي كانت محتاره هل هتصدق بوركينا ولا ما تصدقهاش، وده بسبب ان في الوقت ده بيتي كانت بتعتقد ان بوركينا وكريس هم اعز اصحابها. فعلشان بيتي تقطع الشك باليقين وما تظلمش كريس، بتروح بيتي تسال كريس لو كان فعلا عمل الحاجه اللي كل الناس بتتكلم عليها. فهنا بيبص لها كريس وبيعرفها انه فعلا عمل كده، ومن هنا بدا سوء الفهم ما بين كريس وبيتي، وده لان بيتي كانت بتسال كريس على الشائعات، انما كريس كان يقصد ان هو انضم لنادي العلوم السحري، وبيعرف بيتي ان هو عمل كده من زمان ومستغرب ليه هي جايه تساله دلوقتي. المهم بنرجع بعد كده للحاضر. كانت بيتي عماله تقول مع نفسها ان من الواضح كده انها هتموت دلوقتي في اي لحظه، بسبب انها عماله بتشوف شريط حياتها قدامها، لحد ما بتسمع صوت زعيم الجوبلين متجه ناحيتها، فبتتعصب كده وبتقول لهم انها مش هتستسلم بالسهوله دي، لحد ما بتلاقي التريقه اللي هيرجع قوتها السحريه مرمي قدام رجليها. طبعا في الوقت ده كانت بيتي مستغربه ازاي كريس رجع على قيد الحياه، مش كده وبس، ده كمان قدر ان هو يخلي زعيم الجوبلين تابع ليه، وبيبدا بعد كده يفك الحبال اللي حواليها، في حين ما كان بيسالها مين الشخص اللي قال لها ان كريس هو اللي نشر الشائعات دي. فلما بتعرفه ان بوركينا هي اللي قالت لبيتي ان كريس هو اللي نشر الشائعات دي، بيبص لها كده كريس وبيعرفها ان اللي نشر الشائعات ديت في الاساس هي بوركينا. والكلام ده كان صادم ليها جدا لدرجه انها ما بتقدرش تتكلم كده للحظات، لا وبدات تعيط كمان لما بتستوعب قد ايه هي غبيه، لانها شكت في اول واعز صديق ليها من غير حتى ما تفكر انها تشغل دماغها وتشوف مين اللي ورا الشائعات دي بجد، لا وكمان حاولت انها تموت كريس كذا مره. وفي حين ما كان شعور الذنب متملكها ناحيه كريس، بيجي كريس كده وبيطلب منها انها ترجع معاه للقلعه بتاعته علشان هم المفروض يستريحوا دلوقتي بعد المغامره دي، او بمعنى اصح بعد ما اتحبسوا في الكهف لمده 9 ايام من غير لا اكل ولا شرب ولا حتى يدخلوا الحمام. المهم في اليوم اللي بعد كده في قلعه كريس الخفيه، كان كريس مبسوط جدا لانه رجع يجرب الكرسي المريح بتاعه، لان على مدار ال9 ايام اللي فاتوا كلهم كان نايم وقاعد على الصخور اللي في الكهف لحد ما طيبه قلبه وجعته. المهم يعني ليليس كانت فرحانه جدا علشان هو رجع بالسلامه من غير ما يحصل له اي حاجه تقريبا، هي بس كانت مستغربه ايه اللي جاب ملك الجوبلين لقلعه كريس. فبيبدا كريس يفهمها ان ملك الجوبلين تحت قيادته 200 جوبلين على الاقل، علشان كده بيطلب منها ان من اليوم رايح ملك الجوبلين هيعيش معاه، ومن الاحسن انها تشوف له مكان ينام فيه، وبيطلب منها تسيبه وهو بقى ينام علشان هو ما نامش من 9 ايام. وفي حين ما هو كان نايم كده بيصحى كريس على صوت بيتي اللي كانت زعلانه وهي بتطلب منه انها عايزه تتكلم معاه شويه، فبيروحوا هما الاثنين يتكلموا على برج قلعه كريس. هناك بيتي كانت بدات تقول لكريس انها كانت بتعتقد ان بوركينا هي اعز صديقه ليها، وعلشان كده بتنحني لكريس وبتعرفه ان هو كمان كان اعز صديق ليها، ورغم كده ما فكرتش ولو لثانيه واحده انها تدور او تفكر شويه ان كريس مش هو الشخص اللي نشر الاشاعات. وفجاه كريس بيلاقيها بتقدم له الاحترام، وده معناه ان بيتي من اليوم ورايح بتعتبر كريس الرئيس بتاعها، وعلشان كريس تتحرج من الموقف ده بيعرفها ان هي مش ملزمه تعمل كده، وان هي ممكن تعمل اللي هي عايزاه. بتقوم بيتي معرفاها ان دي الحاجه اللي هي عايزه تعملها، وان من اليوم ورايح يعتبرها واحده من اتباعه، وبينتهي سوء الفهم ما بينهم لحد هنا. وبعد كام يوم كده بيكونوا كلهم اتجمعوا في الغرفه بتاعت كريس. كانت بيتي ولينس عمالين بيسالوا كريس ايه القريه اللي هيهجموا عليها بعد كده، بس هنا كريس بيفهمهم ان في حاجه اهم دلوقتي من انهم يفكروا على ايه القريه اللي هيهجموا عليها. وبيوجه كلامه بعد كده لليليس، بيعرفها ان هي كانت قالت له قبل كده ان ملك الشياطين كان هيعطي له هديه لو نجح في مهمه اخضاع قريه الجوبلين. فبتقول له ليليس كده وهي متوتره ان هي مش متاكده ان هديه ملك الشياطين دي هتعجبه ولا لا، لحد ما كريس بيقول لها ان اكيد يعني الهديه ديت مش هتكون اسوأ من انه حصل على سلايم من صناديق الحظ. فبعد ما بيقول لها كده مباشره بتبدا ليليس تفتح بوابه لبعد فراغي، وبتطلب من كريس انه يدخل جوه البعد الفراغي ده وهي هتفهمه كل حاجه جوه. ده طبعا في حين كريس ما كان مصدوم انه حصل على بعد فراغي. المهم
يعني بيدخلوا كلهم جوه البعد الفراغي ده. وكانت اول نقطه كريس علق عليها ان هو ما بيحبش اللون البنفسجي، لحد ما بتقطع ليليس كلامه وبتقول له ان ده مش مهم، وبتطلب منه بعد كده يبص على الشاشه اللي قدامه دي. فبيلاقي كريس قدامه مكتوب على الشاشه دي 3222، وفي حين ما هو مش فاهم ايه الرقم المكتوب على الشاشه ده بيلاقي جنبه كده صندوق حظ. فلما بيروح يمسك الصندوق ده بتبدا ليليس تفهمه ان النقاط اللي مكتوبه على الشاشه ديت هي النقاط اللي بتخليه يشتري صناديق الحظ العشوائيه بتاعته، وتمن الصندوق اللي كريس ماسكه في ايديه ده 100 نقطه. فهنا كريس بياخد باله ان في اماكن كتير بيظهر عليها صناديق الحظ، فعلشان كده بيسال ليليس هل ده معناه ان في انواع تاني من صناديق الحظ ولا دي مجرد شكل في المكان وخلاص. بتقوم ليليس مفهماه ان فعلا دي اماكن تانية هيظهر فيها انواع مختلفه من صناديق الحظ العشوائيه، لكن ملك الشياطين قرر ان هو مش هيعطي لكريس القدره الكامله بتاعته لكل انواع الصناديق الا لما يحصل حاجه مثيره للاهتمام تجذب انتباه ملك الشياطين. وفي كل مره يحصل موقف مثير للاهتمام يجذب انتباه ملك الشياطين هيعطي لكريس القدره انه يفتح صناديق عشوائيه مختلفه، وكل صندوق عشوائي من دول هيعطي لكريس حاجه مختلفه عن اللي قبله. المهم يعني كريس بعد كده بيبص على الشاشه ديت لما بيلاقي ان هو معاه 3222 نقطه، بيقول ان هو مش هيفضل مستني ملك الشياطين يفتح له نوع مختلف من الصناديق العشوائيه، وبيقرر انه يشتري بكل النقاط اللي معاه 32 صندوق حظ عشوائي. وبعد ما بيشتري بكل النقاط اللي معاه صناديق حظ عشوائيه بيسمي كده وبيبدا يفتح اول واحد، ومن حسن حظه ان المره دي طلع له من الصندوق العشوائي ده المعدن الاسطوري. بتبدا بتتفهم كريس ان المعدن الاسطوري ده مفقود من الاف السنين، وان بيقال ان من الاف السنين ان المعدن ده كانوا بيلاقوه على اعلى قمه جبل في العالم. فبيندهش كريس كده وبيسالها لو كان المعدن ده غالي. بتقوم بيتي مأكده على كلامه وبتقول له ان ده مش مجرد غالي بس، ده كمان قوي جدا، وبتنصحه ان هو ما يفكرش لثانيه واحده انه يبيعه لان من الاحسن يحتفظ بيه، ممكن في المستقبل يعمل بيه سلاح قوي جدا. فبيقتنع كريس بكلام بيتي وبيقرر فعلا انه يحتفظ بالمعدن الاسطوري. وبعد كده بيبدا يفتح في صندوق ورا التاني ورا التالت، بس في النهايه طلع له حاجات حثاله. اغلب الحاجات اللي طلعت له يا اما خشب وعصيان، كتب محروقه، دروع متدمره، سيوف متبهدله. ولما بتحاول بيتي انها تبص لنص الكوبايه المليان وتجرب مثلا تمسك السيف ده يمكن يطلع سيف اسطوري، بتلاقي ان السيف بيتبخر وبيتحول لرماد في المكان. بعد كل ده بتيجي كده ليليس وبتفهم كريس ان ما عادش قدامه غير صندوقين الحظ العشوائيين دول، فبيقرروا يفتحوا كلهم اول واحد. وبيحس كريس ان هو شامم ريحه حاجه معفنه بيطلع لهم من صندوق الحظ ده برتقانه معفنه، برتقانه مر عليها 3000 سنه. فهنا كريس فقد الامل وبيقول ان هو خلاص مش عايز يشوف الحاجه اللي في الصندوق الاخير لانها اكيد هتطلع قمامه، لحد ما بتروح الشيطانه الصغيره هي اللي تفتح الصندوق الاخير وبتعرف كريس ان هي لقت حاجه تقريبا حاجه كويسه. وبعد ما بتفضل الشيطانه الصغيره تتمعن شويه في القلاده ديت بتعرف كريس ان دي مش مجرد قلاده عاديه، وان القلاده ديت بتحكي القوه السحريه. فبتروح بيتي تاخد القلاده ديت منها وبتجرب انها تلبسها كده. بتكتشف هي وكريس في النهايه ان القلاده السحريه ديت بتخفي الطاقه تماما، لدرجه ان ممكن الشيطان اللي يلبسها مفيش حد يفرق ما بينه وما بين الانسان العادي. المهم هنا بيبدا كريس يفكر مع نفسه وبيقول ان هو فتح 32 صندوق حظ عشوائي، وانتهى بيه الحال انه حصل على معدن اسطوري وقلاده سحريه بتخفي الطاقه السحريه. ورغم ان القلاده السحريه والمعدن الاسطوري حاجات مميزه جدا وهتفيده في المستقبل، الا انه لسه مش مقتنع بالقدره بتاعته دي بسبب انه فتح 30 صندوق حظ عشوائي وحصل منهم على حاجات ملهاش اي لازمه زي البرتقانه المعفنه اللي بقالها 3000 سنه ورا دي. المهم يعني بيقرر كريس بعد كده يروح يتخلص من الحاجات اللي ملهاش اي لازمه دي، ولحد ما بتيجي ليليس وبتسال كريس لو كان هيتخلص من كل الحاجات اللي طلعت له من صناديق الحظ. فلما بيسالها كريس ليه هي عايزه تعرف، بتعرفه ليليس ان بسبب ان في صندوق حظ طلع له فلوس كتير والفلوس ديت ممكن يستفادوا بيها في المستقبل. فبرضه لما بيسالها كريس لو كانت عايزه تشتري حاجه معينه بتتحرج ليليس كده، فبيقرر كريس ما يضغطش عليها اكتر من كده وبيعطيها كل الفلوس ديت، بس بيطلب منها انها تسيب له شويه فلوس لانه كده كده متجه ناحيه احد القرى البشريه علشان يستكشفها. وبعد كام يوم بنشوف كريس اللي كان ماشي ما بين الغابات وهو متجه ناحيه القريه البشريه اللي ذكرتها من شويه، بس هو كان مستغرب ليه بيتي والشيطان الصغيره جايين معاه. فبتبدا بيتي تفهمه ان هو ضعيف وما عندوش اي قدرات، فعلشان كده هي جت معاه علشان تحميه. والكلام ده كان اقنع كريس تقريبا رغم ان هو عارف انها بتكذب، لكنه بعد كده بيسال الشيطان الصغيره هي ليه هي جت معاه وهي ما عندهاش طاقه سحريه، يعني بالبلد كده مش هتفيده بحاجه لو جت معاه. فمن غير كذب ولف ودوران بتعرفه الشيطان الصغيره انها قدرت تخفي قرونها واجنحتها وكمان ما عندهاش طاقه سحريه، فمن الاخر يعني عايزه تيجي تتفسح شويه معاهم. وبرضه هنا كريس ما كانش لاقي حاجه يقولها لهم او ما كانش في حاجه هيقدر يعملها بمعنى اصح، لانهم اصلا كده كده وصلوا للقريه البشريه. وقبل ما بيدخلوا للقريه ديت بيعطيهم كريس عبايات علشان يخفوا شكلهم. بعد كده بيتجهوا كلهم ناحيه البوابه علشان يدخلوا، وفي حين ما كانوا ماشيين كده ناحيه البوابه كريس اخد باله ان الشيطان الصغيره في حاجه فوق دماغها، والحاجه ديت هو واحد من السلايم اللي كريس استدعاهم. بتفهموا الشيطانه الصغيره شينا انها بتقدر تفهم السلايم ده بيقول ايه، وهو بيقول لهم انه عايز يجي معاهم هو كمان.
المهم يعني بعد شويه بيكونوا خلاص هيعدوا البوابه وهيدخلوا لجوه القريه دي، لحد ما بيجي الحارس وبيعرف كريس ان دي قريه بارتراك، وبيسال كريس هو جاي منين وهيعمل ايه في القريه دي. بيبدا كريس يفهمه ان هو مغامر بيسافر لجميع انحاء العالم، وبالصدفه كانوا معديين من على قريتهم وهم مرهقين جدا، فعلشان كده اتجهوا لقريتهم هيأجروا فندق ويناموا لهم ليلتين في المكان. فهنا بيوافق الحارس ان كريس يدخل هو وجماعته للقريه بشرط انه يوريه هويته البشريه، بس طبعا لانهم مش معاهم الهويه البشريه فكانت قررت ليريس انها تستخدم سحرها على كل الحراس، وباستخدام سحر الوهم اللي استخدمته على الحرس بتخليهم يتخيلوا انهم شافوا الهويه بتاعت كريس وجماعته، وبيدخلوا بعد كده القريه بكل سهوله، في حين مكان كريس برضه لسه متشائم وبيقول ان الموضوع كان اسهل مما كان يتخيل. وهناك لما بيدخلوا القريه البشريه ديت بيلاقي كريس انها كانت اكبر مما كان يتخيل، بل تكاد تكون مش قريه اساسا وممكن حتى تكون مدينه. وفي حين ما كانت بيتي منبهره من المكان بيعرفها كريس ان صحيح المكان ده شكله كويس، لكن الجو العام وشعور الناس تقريبا كده شكلهم زعلانين. فده خلى بيتي مستغربه وبتسال كريس هو عارف ازاي وهم لسه داخلين المكان. بيفهمها كريس ان المكان مليان فواكه وخضار في كل مكان، ومن الواضح انها في احسن احوالها طازه يعني، لكن رغم كده مفيش حد بيقدر يشتري. وتاني حاجه هو اخد باله منها ان الناس هنا شغالين وهم مكتئبين. المهم بعد كده بيكملوا كلهم تجول في المكان، بس فجاه بيجي الشاب ده اللي بيخبط في شينا، لكنه طبعا بعد كده بيبدا يعتذر لها، ولولا ان هو عمل كده كانت بيتي خلصت عليه. بس رغم كده كانت عايزه تروح تضربه علشان تربيه، لكن كريس بيمنعها على اخر لحظه وبيعرفها ان هو لسه صغير وانه اكيد يعني عمل كده غصب عنه ومش قاصد. وبعد ما بيغادر الولد ده بيتي بتعرف كريس انها متضايقه جدا وكانت عايزه تضربه، لحد ما بتقطع كلامهم شينا بتشاور لهم على كشك الخضار اللي هناك ده وبتعرفهم انها عايزه تشتري شويه خضار وفاكهه، او بمعنى اصح كانت عايزه تدوق طعم التفاح. فبيعرفهم كريس ان هو هيشتري لهم تفاح بس بشرط يسمعوا كلام. فبتوافق شينا وبيتي على كلامه رغم ان بيتي كانت بتعتقد ان هو بيعملها كطفله. المهم يعني خلصت الموضوع بيروح كريس بعد كده علشان يشتري لهم شويه تفاح، وبعد ما البياع جهز له التفاح بتاعه بيساله كريس كده بصوت واطي ليه الناس في المكان شكلهم زعلانين والمكان شكله مش مريح. بيقوم البياع باصص يمين وشمال كده علشان يتاكد لو ما كانش في حد بيراقبه او بيشوفه، وبصوت واطي كده بيعرف كريس ان كل ده بيحصل بسبب الحاكم بتاعهم. بيفهم كريس ان كان زمان عندهم حاكم قوي وذكي ووسيم وعايز يطور من القريه بتاعتهم علشان يحولها لمدينه، وكان تقريبا خلى قريتهم شبه غنيه ووفر لهم الحاجات اللي تخليهم يعيشوا حياه كريمه. ده طبعا لحد ما الحاكم ده مات وتولى ابنه الحكم، وابنه ده طبعا ما كانش مهتم بعامه الشعب وكان زير نساء وهمه على بطنه وكل حاجه وحشه يعني من الاخر. وهنا كريس بينصدم لما البياع ده بيقول له ان في شائعات بتقول ان الحاكم الجديد سجن اخته. المهم بعد ما كريس حصل على كل المعلومات اللي كان محتاجها بيقرر بقى يشتري التفاح من البياع علشان يكمل استكشافه في المكان، وبينده بعد كده على شينا علشان تجيب له المحفظه بتاعته. بس لا، شينا بتعرفه ان المحفظه بتاعته مش معاه، وده كان صدم بيتي وعصبها وكانت لسه رايحه تضربها، لحد ما بتفتكر دلوقتي شينا وبتعرفهم ان اكيد الولد اللي كان خبط فيها من شويه سرق المحفظه وكل الفلوس اللي كانت معاها. المهم بينتقل بينا المشهد بعد كده على الولد اللي سرق محفظه كريس من شينا وهو رايح للعصابه ديت علشان يعطيهم الفلوس اللي جمعها. طبعا زعيم العصابه اول ما بيشوف الولد ده ماسك الكيس العملاق ده فبيعتقد ان هو معاه فلوس كتير، وبالفعل اول ما بيشدوا منه وبيبدا يفتش معاه ايه بيلاقي ان الولد ده جمع لهم فلوس كتيره جدا. ده في حين ما كان الولد بيحاول يتسلل ويغادر من المكان، وكان كل همه ان طالما عطاهم فلوس كتير النهارده فاكيد مش هيضربوه. لكن ده عكس ما توقعوا، لان بيجي كده زعيم العصابه وبيمسكه من شعره وبيقول للولد ده ان اكيد الناس اللي سرقهم معاهم فلوس كتير، فمن الاحسن يرجع لهم ويجيب كمان فلوس من معاهم. وبيعرفوا ان هو لو ما عملش كده فهيفضل يضربه، وبيبقى لسه رايح يضربه كده كتهديد ليه علشان ينفذ طلباته. بس قبل ما بيعمل كده بينصدموا وبيتراجعوا كلهم لورا لما بيشوفوا ان بيتي وصلت للمكان، وبيكونوا مستغربين هي ازاي اكتشفت مكانهم ده. وبيروح واحد منهم علشان يتنمر ويضايق بيتي كده، كان عمال بيقول لها انها جميله جدا وانها لو عملت له اللي هو عايزه هيعطيها الفلوس اللي هي عايزاه. طبعا بيتي اول ما بتسمع الكلام ده بتفتكر اللي حصل مع امها، وعلشان كده بتستخدم قوتها ورفعها في السما كده وبتقوم ضرباه في الارض، وبتبقى لسه رايحه تكمل ضرب عليه كمان، لكنها لما بتروح تلمسه كده بتلاقيه تقريبا مات. بعد كده بيتي بتروح تطلب من الولد ده ان هو زي ما سرق فلوسهم يرجعها لهم احسن له، بس العصابه بتيجي وبتعرفهم هنا ان هم مش هيرجعوا الفلوس بالسهل، ولو كانوا عايزين فلوسهم فمن الاحسن انهم يواجهوهم واللي هيكسب فيهم ياخد الفلوس. بعد كده العصابه دي بتتجمع حواليهم وبيحاصروهم من كل مكان. في الوقت ده كانت عماله بيتي تسال كريس لو كان لسه ثابت على مبدأه ومش عايزه تستخدم قوتها على حسالة زي دول. فاول ما كريس
كريس بيقول لها انها تقدر تستخدم قوتها عليهم. هي طبعا ما كانتش مصدقه كريس، لكن في الوقت اللي كانت عماله بتكلم كريس فيه كان السلايمز اتعصبوا، بيخرج كل السلايم كده وبيبداوا يهجموا على العصابه واحد ورا التاني، والعصابه ما كانوش قادرين حتى يصدوا ضربات السلايم بسبب ان السلايم كانوا عمالين بيكبروا احجامهم وبيبتلعوا ادمغه العصابه. وفي النهايه انتهى الحال بان السلايم هزموا العصابه بكل سهوله، والسلايم ده بيروح يرجع لكريس الفلوس بتاعته. اما بالنسبه للولد فهو كان رايح علشان يهرب، بس كريس قدر يمسكه على اخر لحظه، وبدا كريس يفكر مع نفسه يا ترى هيعمل بيه ايه. فبيسال الولد ده لو كان يعرف حد هنا او حتى ليه صحاب، بس الولد ده من الرعب يا عيني ما بيردش عليه. فبيرجع كريس يقول له فين اهلك، بس برضه الواد ده ما بيردش عليه. فبيفهم كريس ان الولد ده يتيم وما عندوش صحاب. وبعد تفكير عميق كريس راح لبيتي كده وقال لها ان من اليوم ورايح الولد ده هيعيش معاهم في القلعه. وفي حين ما كان الولد ده متردد وخايف من كريس، بيعرفوا كريس ان هم هيوفروا له مكان ينام فيه ومأكل ومشرب وكل اللي بيحلم بيه. وطبعا الولد ده ما كانش مصدق نفسه وبيسال كريس لو كان بيتكلم بجد. فبيقوم كريس باصص له كده وبيعرفه ان هو بيتكلم بجد، لكن بشرط، وهو انه هيعمل صفقه مع كريس. بعد كده كريس بيمد له ايده وبيساله لو كان هيوافق على الصفقه بتاعته. فبدون اي تفكير الولد ده بعد ما اخد كل العروض المغريه ديت بيوافق على صفقه كريس على طول. واول ما بيمسك ايد كريس بتظهر طاقه سحريه كده بتخلي الولد ده يغمى عليه ويفقد وعيه. وبعد شويه كريس بيستدعي زعيم الجوبلين ويوديه القلعه وكمان يعتني بيه. بس زعيم الجوبلين كان عنده اخبار وحشه لكريس، وبيعرفه ان الغيلان استيقظت وبدات ان هي تهجم على الجوبلين، وكمان الغيلان اللي بيصطادوا الجوبلين بياكلوهم. وبيقرر كريس بعد كده هو وبيتي يتجهوا ناحيه كهف الغيلان علشان يشوفوا ايه المشكله هناك. ده طبعا بعد ما اعطوا الولد لزعيم الجوبلين علشان يوديه للقلعه. وفي حين ما كانوا ماشيين كده كانت بيتي بتسال كريس ليه هو ساب الولد ده عايش، وبدل ما يقتله قرر ان هو هيربيه في القلعه بتاعته ويوفر له مأكل ومشرب ومكان ينام فيه. فبيقول لها كريس ان الحاجه اللي هي بتفكر فيها هي الحاجه البديهيه اللي بيعملها اي شيطان، لكنه بيعرفها ان هو شيطان مختلف وعنده طريق مختلفه. فلما بتساله طريق مختلفه ازاي بيبدا يفهمها ان هو مش عايز يسيطر على البشر بالقوه، ومش لازما يعني يحكم السيطره بتاعته بالرعب والخوف وقلق الناس البشريه، وانما هو عايز يسيطر على كل حاجه في الخفاء برضا الجميع علشان ما يبانش ان هو شرير القصه. وعلشان يسيطر على القريه البشريه ديت من غير ما حد ياخد باله منه فهو محتاج جاسوس او حد بشري يساعده من جوه، وهي ديت مهمه الولد ده. وعلشان كده قرر ان هو يربيه، يعني من الاخر عايز حليف بشري. بس برضه رغم ان كريس قال لبيتي كل الكلام ده وفهمها خطته بالظبط، الا ان برضه بيتي ما كانتش عاجباه الخطه بتاعته، وبتفهمه ان هم لو حكموا البشر بالقوه والرعب والخوف هيكون اسهل واسرع من انهم يقعدوا يخططوا في الخفاء ويعملوا المؤامرات السريه دي. وبعد الحوار الطويل اللي دار ما بينهم ده بيلاقوا نفسهم قدام كهف الغيلان، وما بنعرفش ايه اللي حصل معاهم لاننا بنرجع بعد كده لقريه بارتيكا. كانوا نسوا الشيطانة شينا هناك، واللي كانت كل ما تشوف دهب وياقوت او اي حاجة بتلمع يعني بتتجه ناحيتها علشان تاخدها بسرعة. لكن فجأة اخدت بالها ان الشباك ده بيلمع، فلما بتتجه ناحيته علشان تشوف ايه اللي بيلمع ده كانت عمالة تقول مع نفسها وهي عند الشباك ده ان هي عايزة تجمع المجوهرات واي حاجة ثمينة علشان تديها لكريس، لان اكيد كريس هيكون سعيد. لكن وفي حين تفكيرها ده بتلاقي سيدة مسجونة قدامها في القلعة ديت، وكانت عمالة بتعيط. وهي عمالة بتعيط كده بتسأل شينا هي مين، بس شينا هنا كانت مصدومة ازاي السيدة ديت قدرت تشوفها، خصوصا وانها مستخدمه على نفسها تعويذه الاختفاء. المهم يعني السيده ديت ما كانتش مستغربه ازاي شينا بتقدر تطير، وانما كان كل همها انها خايفه على شينا دلوقتي لحد من الحراس يشوفها. فعلشان كده بتطلب من شينا انها تهرب من المكان بسرعه، وبتغادر اخت الحاكم من قدام الشباك هي كمان، علشان الحرس لما يشوفوها بتبص من الشباك هيستغربوا وهيجوا يشوفوا هي بتتفرج على ايه، وهي مش عايزاهم يشوفوا شينا اللي طايره قدام الشباك دي. طبعا شينا ما كانتش فاهمه الموقف الغريب اللي هي فيه ده، وما كانتش عارفه ان دي اخت الحاكم المسجونه اللي بتدور حواليها الشائعات. المهم بنرجع بعد كده للقلعه بتاعت كريس. كان كريس هناك عمال بيعرف ليليس ان هو قدر يخلي الغيلان تخضع له في خلال 3 دقايق بس، وحل مشكله ان الغيلان كانوا عمالين بياكلوا في الجوبلين. المهم يعني بعد كده ليليس بتسال كريس هيعمل ايه دلوقتي، فبيفهمها كريس ان هو محتاج يحتل القريه البشريه اللي شفناها من شويه من غير ما يتدخل او حتى يعرفوا ان الشياطين هم السبب في كل اللي بيحصل. فلما بتساله ليليس هيعملوا كده ازاي بيقوم كريس مقطع الخطه اللي هم عملوها، وبيعرفها ان هم لازم يعملوا مشاكل ما بين النبلاء علشان يبان ان هو صراع ما بين النبلاء والحكم، والشياطين مش هي السبب في اللي حصل ده. طبعا ليليس كانت مرحبه جدا بالفكره ديت ومندهشه منها، لكن اللي كان كريس مفكرش فيه ومش عارف هيعمله ازاي هو انه دلوقتي محتاج نبيل علشان يواجه الحاكم الحالي ويخلي الموضوع يبان انه صراع على الحكم. لحد ما بتيجي هنا بيتي وبتفكر كريس ان البياع كان قال لهم ان الحاكم عنده اخت مسجونه، فبتعرض على كريس انهم يروحوا يتاكدوا دلوقتي لو كانت اخت ديت موجوده ولا لا، ولو كانت فعلا موجوده فهم هيساعدوها تخرج من السجن بتاعها، وكمان هيوفروا لها اي حاجه هي محتاجاها علشان
علشان تعمل انقلاب على الحكم. وهنا كريس كان منصدم ان لاول مره بيتي قررت انها تشغل عقلها، وبدا يتريق عليها كده يعني لانه ما كانش يعرف انها ذكيه للدرجه دي. المهم يعني بعد كده بيقرروا يستنوا الولد ده لحد ما يصحى علشان يبداوا ينفذوا الخطه بمساعدته. وبالفعل بعد ما الولد ده بيصحى اول حاجه كريس بيسالها له هو اسمه، فبيقوم معرفه الولد ده ان هو يبقى اسمه جيكوب. بعد كده بيطلب منه كريس يقول له كل المعلومات اللي يعرفها عن بنت الحاكم المسجونه دلوقتي. بالفعل بيبدا جيكوب يفهمه ان اسمها إيرينا وكانت جميله جدا والكل عارفها وبيحبها، وده لانها ما كانتش بتعاملهم زي بقيه النبلاء على عكس بقيه النبلاء الحسالى، الا ان كانت إيرين دي بتعاملهم كانهم بشر عادي يعني، لدرجه انها كانت بتمشي في القريه ما بين الناس عادي جدا من غير حرس، وكانت بتعتبرهم زي اهلها وبتحاول تحل مشاكلهم بقدر الامكان. وده كله لحد ما جه اخوها واخذ الحكم بعد ما ابوهم مات. وبينتقل بينا المشهد بعد كده عند إيرينا اللي كان في واحد من الحرس جايب الغدا بتاعها اللي كان عباره عن مجرد رغيف خبز وشويه حساء، ورغم انها كانت زعلانه جدا لان حتى الاكل ما كانوش بيهتموا بيه، الا انها كانت عارفه ان مفيش في ايديها اي حاجه تعمله. وبسبب كلامها ده كان الحارس اللي جاب لها الغدا انهار من العياط وفضل عمال بيقول لها ان هو مش قادر يساعدها باي حاجه تانية، وكان مستغرب ازاي الموضوع انتهى كده وليه اخوها حبسها اصلا. فبتبدا تفهمه إيرينا ان من الطبيعي ده اللي يحصل، خصوصا وانها هي الاخت الاكبر، بالمنطقي كانت المفروض هي اللي تحكم، لكن اخوها قرر ان هو اللي هيحكم بالغصب لانه طبعا هو الولد، وفي العصر ده كانوا بيعطوا الاولويه للرجاله انهم يحكموا. بس برضو الحاجه اللي هي مش فاهماها هو ليه اخوها بيعمل كل ده لدرجه ان هو سجنها وبيفكر ان هو يبيعها كعبده. فبيقطع كلامها الحارس وبيعرفها ان اخوها بس مش عمل الحاجات دي، لا بيعرفها كمان ان اخوها بيعمل اي حاجه حرام ممكن تخطر على بالها. بيدخل المحلات ياكل ويشرب من غير ما يدفع، بيسرق النساء الجميله اللي بتعجبه، واي حد بيتكلم او بيعترضه بيعدمه. ده غير ان هو بينزل مع كل الحراس اللي في المدينه كلهم لما بيجي يتمشى بس في الشوارع. طبعا لما إيرينا بتعرف ان اخوها عمل كل الحاجات ده بيكون لسانها عاجز عن التعبير والكلام، وهنا الحارس بيكمل كلامه وبيعرفها ان هي لازما هي اللي تحكم وانهم لازما يلاقوا طريقه يخرجوها من هنا. بس إيرينا بتطلب منه بعد كده ان هو يغادر المكان عشان لو حد شافه من الحراس اللي تابعين لاخوها ما يبلغش عنه. وبتبدا بعد كده ترمي اللوم على نفسها وهي زعلانه، بس المشكله انها بلا حول ولا قوه وما بتبقاش عارفه تعمل ايه لحد ما بتسمع صوت جاي من بعيد، يظهر دخان وبوابه انتقال شيطاني في المكان، والبوابه ديت بيظهر منها كريس اللي بيدخل دخول سينمائي كده علشان يبان ان هو عنده الهيبه والقوه. إذا اطلب واتمنى. ليا كم طلب؟ 3 طلبات. طيب كويس. اتفضل اطلب واتمنى اي حاجه في الدنيا. المهم يعني كريس بيروح يقدم لها تفاحه وبيعرفها ان التفاحه دي طعمها حلو جدا. فهنا إيرينا بتتجاهل التفاحه تماما وبتسال كريس ايه اللي جايب شيطان للمكان ده وهو عايز منها ايه. فبيبدا كريس يعرف بنفسه وبيعرفها ان هو ملك شياطين الجنون والجشع. بيروح بعد كده يمسك إيرينا وبيسالها لو كانت عايزه تنتقم من اخوها، وبيقول لها ان هي لو وافقت على الصفقه بتاعته فهيعطيها كل الحاجات اللي ممكن تساعدها علشان تنتقم من اخوها. بس إيرينا بترفض وبتعرفه ان هي مش مهتمه ومش عايزه تعمل صفقه مع الشيطان. وهنا كريس بيبتسم كده وبيعرفها ان هو مش هيضغط عليها، وبيقول لها ان هو هيغادر دلوقتي بس هيسيب لها فتره كده علشان تفكر. بعد كده بيغادر كريس من المكان، بس قبل ما بيغادر بيقول لها تفكر في شعبها قبل ما تفكر في نفسها. وبينتقل بينا المشهد بعد كده لقلعه كريس. هناك بتتفتح البوابه السحريه اللي بترجع كريس للقلعه بتاعته. وبعد ما كريس رجع كان عمال بيشكر بيتي لانها هي اللي فتحت له البوابه السحريه ديت وعملت له هاله حواليه كانه شيطان شرير. بس هي هنا ما كانتش فاهمه هو كريس عمل كده ليه. بيقوم كريس معرفها ان ده هيخليه عنده هيبه ويخلي إيرينا تزيد ثقتها بيه على اساس انها يعني هتعتقد ان هو شيطان قوي جدا. المهم يعني بيبدا كريس بعد كده ينفذ الجزء الثاني من الخطه بتاعته، الا وهي انه بيخلي واحد من الغيلان العملاقه يتمشى حوالين قريه إيرينا ويخوف الحرس. طبعا كل ده علشان يعمل صوت مرعب يخوف اهل المدينه، فبالتالي المفروض الموضوع ده يوصل للحاكم. الحاكم اخو إيرينا سمع الموضوع ده من هنا وفضل يقول للمساعد بتاعه اللي هو على شماله ده ان شعبه المفروض يحميه، بس زي الشعب مش عايز يضحي بحياته ويحميه. بيقوم المساعد بتاعه معرفه ان ده غول عملاق ما يقدروش يعملوا له حاجه من الحراس اللي بيمتلكوهم، وبيبدا يشرح له ان الغيلان العملاقه ديت طويله جدا، وان صحيح هو واحد بس اللي موجود حوالين القريه بتاعتهم، الا ان ضربه واحده منه ممكن تكسر القلعه كلها. طبعا الحاكم باتريك ما كانش فاهم ايه اللي جاب الغول ده عند قريه صغيره زي قريتهم، وبيطلب من المساعد بتاعه يحاول يكتشف الموضوع ويبعت جنود علشان يستكشفوا المكان. بس المساعد بتاعه بيفهمه ان هو ما يقدرش يبعت جنود علشان يستكشفوا المكان. فلما بيبص له الحاكم باتريك كده وهو مستغرب ليه ما يقدرش يبعت جنود، بيفهمه المساعد بتاعه ان هو خايف يرسل جنود علشان يستكشفوا المكان يموتوا من الغول العملاق او حتى ممكن من الجوبلين
الجوبلين. بس برضه الحاكم باتريك ما كانش همه الموضوع ده، وبيأمرهم كلهم ان هم يبعتوا دلوقتي فرقه تستكشف المكان حوالين القريه بتاعتهم. وطبعا لان المساعد بتاعه خايف من السجن وما الى ذلك بينفذ اوامر الحاكم باتريك وبيرسل فرقه من الحرس علشان يستكشفوا المكان. واللي للاسف اول ما بيروحوا علشان يستكشفوا المكان باوامر من الكريس الغول العملاق بيموتهم كلهم. وحتى كان في واحد من اللي كانوا رايحين يستكشفوا دول هو ابن المساعد الشخصي بتاع الحاكم. فهنا بدأ اهل القريه والمواطنين يجيبوا اخرهم وبقوا خايفين لفي اي لحظه الملك باتريك يقرر انه يضحي بيهم علشان هو اللي يعيش. وده كان الجزء الثالث من خطه كريس، لان حانت اللحظه اللي هيتدخل فيها جيكوب بينده على كل اهل القريه وبيقول لهم بعد كده ان المفروض يروحوا يحرروا إيرينا لانها الوحيده اللي عملتهم كويس ولازم هي اللي تحكم القريه بتاعتهم. طبعا اهل القريه والمواطنين كلهم اقتنعوا بفكره جيكوب، وهو الصحيح جيكوب حرامي لكن في النهايه واحد من اهل القريه. المهم يعني كان بدأ اهل القريه يندهوا على إيرينا باعلى صوتهم، وهي كانت اخدت بالها من الموضوع ده فبتجري على طول على الشباك. بس هي للاسف ما كانتش عارفه تعمل اي حاجه لانها مكبله بالسلاسل، فما تقدرش انها تروح ترد على الناس اللي عمالين بينادوا عليها دول، لحد ما بتبص وراها كده لانها سمعت صوت كريس اللي بيمد لها ايده كده وبينصحها انها تنضم له وتقبل الصفقه بتاعته. وبس يا عزيزي المشاهد، الى هنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه الثانيه من حكايه كريس. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب تعليق حلو زيك وتشترك في القناه عشان باذن الله بكره ينزل الجزء الثالث في نفس الوقت اللي نزل فيه الجزء ده. وبس اشوفكم في الفيديو الجاي، في امان الله.